السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الديسير كيجي زوين بزاف. فاول حاجه كنحتاج واحد الحبه ديال المونك، كنحتاج واحد العلبه ديال البسكوي. انا اختاريت البسكوي ديال البودواغ، نتوما كتختاروا اي بسكوي كتحتاجوا اولا كتفضلوا. وعندي كذلك واحد 2 معالق ديال الجبن، غادي نحتاج غير 2 معالق فقط. كذلك غنحتاج واحد الكاس كبير ديال لا كريم فريش او لا كريم شونتي، لا كريم اللي خاصه بالحلويات. صافي هنا خديت المونك ونقيتها ودرتها في الكاس ديال المكسور وكنمكسيها على شكل كولي، يعني كتجينا على هذا القوام هذا حتى كتمكسه كامله. كنخليوها على جنب، ما كنديروا لها حتى شي اضافه. خديت هنا داك الكاس ديال لا كريم ودرت في اناء وكنطربو، يعني كنطلعو مزيان بحال غادي نطلع لا كريم العاديه اللي غادي نستعملو في الكيك، يعني كريم كتطلعوها عادي. هنا لا كريم اللي خديت فيها الحلاوه، داكشي باش ما ضفتش ليها الحلاوه، ما ضفتش ليها السكر. من بعد ما طلعت ليا لا كريم، منين كتقرب تطلع كنضيف لها واحد 2 معالق ديال الجبن. الجبن اي جبن كتفضلوا استعملوه. وكذلك كنضيف ليها واحد المعلقه اولا 2 ديال هذاك الكولي ديال المونك، وكنزيد نطرب نخفقهم واحد شويه حتى كينسجموا مع بعضياتهم. صافي كنوضع لا كريم في الجيب الحلواني وكندوزو باش نقدموا اولا باش نقادو الديسير ديالنا. فهنا خديت الكويسات اللي غادي ندير فيها الديسير. غادي ناخذ لي بسكوي اللي استعملت، قسمته على 3 ديال الحبات، 3 ديال الاطراف، وكندوزهم في الحليب وكنديرهم في التحت ديال الكاس، فهما كطبقه اولى. يعني كندير البسكوي من التحت، فانتوما كتختاروا اي بسكوي كتفضلوا. انا هنا اختاريت هذا كيتواتى، يعني كيجي زوين في المذاق. فكندير طبقه اولى ديال البسكوي. من بعد ما كندير الطبقه الاولى ديال البسكوي كنجيب هذيك لا كريم اللي درت في الجيب الحلواني وكنديرها كطبقه ثانيه، يعني كندير الطبقه الثانيه من الفوق ديال لا كريم. من بعد كناخذ هذاك الكل ديال المونك وكنديرو في واحد البلاستيكه اولا في جيب حلواني، وكندير واحد شويه، واحد الكميه من فوق من لا كريم. كنعاود ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي، يعني كنزيد طبقه فوق من داك الكوليك ديال البسكوي. ومن بعد ما كنكمل الطبقه ديال البسكوي كندير عاوتاني طبقه اخيره اولا ما قبل الاخيره ديال لا كريم، يعني كنعمروها بلا كريم. فما كتجيش عامره لان فيها الطبقات ديال البسكوي، يعني ما كتجيش ديك الكريمه كثيره، مع ان الكويسات ما عنديش كبار بزاف، ما فيهمش العرض. فصافي كنديروا الطبقه ديال لا كريم على هذا الشكل هذا. من بعد كناخذ واحد سباتولا اولا غير الظهر، المعلقه الظهر ديالها، وكنملسوا لا كريم على هذا الشكل، كتجينا ملسه كامله. كنقادوا لها الوجه وكنحاولوا اننا نخليو واحد المساحه بين لا كريم والكويسات من الفوق، يعني من الجناب كنخليو واحد شويه فين غادي نديروا داك الكولي ديال المونك باش ما يفيضش لينا من الكاس. وكطبقه اخيره كنديروا هذاك الكولي كنديروه من الفوق. داكشي باش قلت لكم خليو واحد شويه بين لا كريم والكاس، يعني ما تكثروش لا كريم، ما تطلعوهاش حتى للفوق. كنضيفوا هذا الكولي ديال المونغ وكنستفوه بهذا الشكل هذا، يعني كناخذوا غير المعلقه، كناخذوا الظهر ديالها وكنوزعوه على لا كريم كامل. صافي كندخلوا الديسير ديالنا للثلاجه وكنخليوه حتى كيبرد وكيشد في راسو، كيجي زوين بزاف ما تشبعوش منه. بالنسبه للمونغ، الا كان عندكم ناقص في الحلاوه فكتضيفوا له واحد المعلقه ديال السكر، وإلا كان حلو فكتخليوه هكاك على طبيعته، صراحه كيجي زوين. وهنا من بعد ما خليته برد في الثلاجه فكنخرجوه كنزينوه بشويه ديال انا زينته بواحد الحبات اولا عريشه ديال النعناع، صراحه كيجي زوين في المنظر وكيجي كذلك زوين حتى في المذاق. فكنتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم، وغادي نخليكم ونضرب لكم موعد في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.